السلام عليكم. كيفكم؟ شو اخباركم؟ شو احوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا تمام وتكونوا بالف خير. وحشني انا اقعد كده قدام الكاميرا واصور، بقالي ياما مصورتش بسبب انشغالاتي. المهم، النهارده هديكم اسباب ان انتوا بتعملوها بتخلي ان الدايت بتاعكم ما ينجحش مهما جربتوا انواع دايت كتيره قوي. كيتو، لو كارب، كل حاجه، صيام متقطع جربتوه وكل ده ما جابش معاكم اي فايده. هديكم اخطاء انتوا بتعملوها بتخلي وزنكم ما ينزلش، فان شاء الله يكون الفيديو مفيد ليكم. يلا بينا. اول خطأ هو ان انتوا مش بتكونوا بتحسبوا عدد ساعات معين ما بين كل وجبة. بمعنى ايه؟ انا الحالات اللي بتتابع معايا اول حاجة بنعملها، انا ما بحبش ان احنا نصحى من النوم نفطر. لا، بقول ان احنا نصحى من النوم نقعد كده 3 4 ساعات ما بناكلناش اي حاجة خالص. ده لو احنا مش على صيام متقطع. المهم ان احنا ايه، ما بناكلش اي حاجة خالص. ما بناكلش اي حاجه خالص، بنستنى كده 3 4 ساعات. بنعمل ايه الساعات دي؟ سوري. بنشرب ميه، بنحط مثلا الميه دي ليمون، بنحط قرفه، اي حاجه بس تكون بدون سكر. دي الحاجات اللي احنا بنعملها. ليه بنعمل كده؟ لكذا سبب. اولهم ان المعده مش اول ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم حياه ندخل لها اكل. لا، خليها عايزه طاقه تحرقي من الدهون اللي عندك. يلا طلعي لي بقى انت ايه طاقه من الدهون. مفيش سكر هيدخلك دلوقتي، فتبدا ان هي تحرق عشان تديك طاقه. دي اول حاجه. تاني حاجة، علشان حركة الأمعاء وحركة الهضم. حاجة تانية تركية جربتها مع كذا حالة عندي، وعايزة أقول لكم إن مفعولها سحر. إيه هي؟ أبدا 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 ما تدخلش أول حاجة لجسمك كربوهيدرات، ما تدخلش سكر أول حاجة. اكتشفت من دراسات ان انت الحاجة اللي انت بتدخلها الاول هي دي الحاجة اللي الجسم طول اليوم بيعتمد عليها. بمعنى ايه؟ لو انا جيت افطر واول حاجة دخلتها لجسمي مثلا كوباية شاي فيها 3 معالق سكر، فمصدر الطاقة اللي دخل لجسمي دلوقتي سكر، فجسمي هيقعد طول اليوم بيحرق سكر، يعني بيحرق كارب، وانا عايزاه يحرق دهون. يبقى انا بقى ابقى ذكيه لما اجي ادخله بروتين الاول ومعاه دهون، او ادخله دهون، ادخله مكسرات، ادخله كوبايه لبن، ادخله زبادي تكون كامله الدسم، ادخلها له. بتساعد جدا بجد في الحرق. ده بيكون حاجه اسمها ترتيب الوجبه، ان انا مش اول حاجه ادخلها تكون كرب على الجسم. تمام. طيب، ما بين بقى كل وجبه والتانيه اكون حاطه عدد ساعات. يعني مثلا نحط من 4 ل5 ساعات، دي حاجة كويسة. حاجة كمان بقى انتوا بتعملوها بتبوظ الدايت جدا. طول ما احنا ماشيين او طول ما احنا عاملين الدايت، اللقيمات عارفين اللي هو ايه؟ اخد حتة، اخد حتة. افضل طول ما انا ماشيه، بس اكيد دي مش يعني اكيد حته الشوكولاتايه دي مش هي هتبوظ لي الدايت، اكيد حته اللقمه دي مش هي هتبوظ الدايت، اكيد حته مش عارفه ايه. وافضل طول ما انا بعمل دايت، انا مش بعمل دايت، انا عماله مشغله جوه الانسولين وعماله ادخله في اكل وفي سكر في حاجات. فكل ده بيخلي الجسم اللي هو ما تحرقش يا ابني، دي لسه بدخل لنا اكل، لما دخل لنا بقى الاكل ده احنا هنهضمه وهنحوله لطاقه، فلا لا لا لسه هتتعب بقى وتحول لي الدهون لطاقه وكل ده هي بتدخل. فلا لا لا، لما نقول من 4 ل5 ساعات مفيش اكل، يعني مفيش لقمه تدخل بقنا. من 4 ل5 ساعات احنا ما بناكلش. تمام. دي الحاجة اللي احنا بنعملها. بعد كده بقى ان انتوا بترفعوا هرمون الكورتيزول جدا. اللي متابعني على الفيس هيلاقيني بتكلم عن الهرمون ده كتير. الهرمون ده لو موجود في جسمنا بنسبة عالية، الانسولين هيكون معاه مرفوع. طب وكمان معاهم هرمون الجوع مرفوع، يعني كده 3 هرمونات بيكونوا هما المسؤولين عن ان انت جعان وان انت بتاكل وان انت بتخزن دهون شغالين. فانت ازاي هتخس؟ طب انا ازاي اقلل هرمون الكورتيزول؟ بلاش توتر، بلاش نكون في عصبيه طول الوقت وطول اليوم. ننام بدري، ننام بدري. مش عارفه ليه، الحمد لله كل الحالات اللي بتتابع معايا دلوقتي ما بتنامش بدري، يعني سبحان الله عندهم مشكله في النوم بدري وان هما يناموا نوم ذو جوده، او مثلا 8 ساعات او 7 ساعات كلهم حرفيا. سبحان الله. بس المهم يعني انا بحاول فيه مع الحالات بتاعتي ان احنا ننام بدري، نحاول ان احنا
ننام 7 ساعات 6 ساعات يا جماعه، بس ننام بدري ونصحى بدري. ليه؟ طيب الجسم والله بيحرق واحنا نايمين. انت جسمك بيبقى في حاله حرق وهو نايم، ما تفتكرش ان انت نايم فاعضائك نايمه معاك ومفيش حرق شغال ومفيش جوه عمليات شغاله، لا كل ده شغال. فلذلك لما تيجوا تناموا ناموا بدري عشان خاطر هرمون اولا الشبع يشتغل اسرع شويه، الانسولين ينزل شويه ويبدا جسمك ان هو يحرق. تمام. حاجه كمان بتابعها مع حالاتي وعايزه اقول لكم برضو بتجيب نتائج خرافيه، انه يومكم ببروتين. في مره كنت في محاضره، دي يا ايام ما كنت بحضر محاضرات المهم فكنت في محاضره في الكليه بتاعتي، وكانت الدكتوره بتقول انه احسن حاجه نعملها لجسمنا ان اخر وجبه تكون بروتين، ويا سلام كمان لو بروتين ودهون. ليه بقى؟ البروتين بياخد وقت في الهضم. البروتين لو احنا جينا نشوف ايه اكتر حاجه بتاخد وقت لما بتتهضم في جسمنا، هتكون البروتين. فلما انت بتدخله لجسمك بيبقى جسمك بقى بيحرق بقى وانت نايم. غير كده بيزود هرمون الشبع وبيقلل هرمون الجوع. غير كده كمان بيقلل هرمون الانسولين. ما دخلتش سكر لجسمك فالانسولين وقع. ابدا 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 واحنا بنعمل دايت ما نرفعش هرمون الانسولين. هرمون الانسولين بيترفع من السكريات او الكرب اللي هو زي القمح الابيض، سوري دي القمح، المكرونه البيضاء، الرز الابيض. الحاجات دي بترفع الانسولين جدا، فحاولوا بقدر الامكان ان انتوا ما تخلوش الانسولين يترفع ولا الكورتيزول، تقللوهم. تنهوا يومكم ببروتين، علبه زبادي، جبنه قريش، يا نهار ابيض انهوا يومكم بجبنه قريش. طب انهوا يومكم، اقول لكم انا دي برضو بحطها وجبه، انهوا يومكم بعلبه زبادي، تمام، جاموسي مش بقري، عليها بذور الشيا، بذور كتان، حبة البركة، معلقة صغيرة يعني او معلقتين على حسب برضو حجم الكوباية. هنسيبهم شوية عشان بذور الشيا تنفش كده وطلع الجيلاتين اللي فيها وناكلهم. هتشبعوا جدا، انا عايزة اقول لكم بيشبعوا جدا. وبتناموا في كده جوه الاعضاء كده شغالة بقى وبتحرق بقى وايه. وممكن كمان يعني انا عندي حالات تقوم من النوم لسه شبعانه، بذور الشيا لسه عامله مفعولها جوه فمش عايزه تاكل. فلذلك انهوا يومكم ببروتين وخليكم اذكياء، دخلوا الحاجه اللي انتوا عايزين تاكلوها بس بذكاء. وبس والله ده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى يكون فاتكم. عايزه اشكركم جدا 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 على التفاعل الكبير اللي انتوا عملتوه في القناه، والفيديو اللي انتوا كنتوا بتتفرجوا عليه وصلتوا رقم كبير. شكرا جدا لكم بجد، اتمنى هو يكون فاتكم. ولاي حد عايز يتابع معايا انا بسيب لكم لينك الفيس يا جماعه، والله بسيبه في الديسكربشن وبسيبه في اول كومنت. مش عارفه ايه مشكلتكم مع الفيس، مش بتحبوا الفيس، مش بتبقوا يعني مرشحينه، فمش هعرف اتابع معاكم في الكومنتس يعني مش هعرف ان انا مثلا اعمل نظام غذائي وابعتهولك في الكومنتس، فانا اسفه جدا جدا. الفيس انا بسيب لكم الفيس، تابعوني عليه وابعتولي فيه. وبس والله ده كان فيديو النهارده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.